أستون فيلا اسم يرتبط بالمفاجآت والإبداعات في عالم كرة القدم، حيث كتب التاريخ في عام 1982 عندما أذهل النادي الجميع بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة. في ذلك العام لم يكن أحد يتوقع أن يتوج الفيلنز بدوري أبطال أوروبا، ولكنهم أثبتوا أن الأحلام يمكن أن تتحقق عندما يجتمع الإصرار والموهبة. تحت قيادة المدرب توني باركر، أظهر أستون فيلا عزيمة قوية في البطولة، حيث تمكن من إقصاء أندية عريقة وعمالقة في طريقه إلى النهائي. وفي يوم 26 من مايو كانت المواجهة التاريخية في الملعب الوطني في بروكسل ضد بايرن ميونخ، الفريق الذي كان يعتبر المرشح الأقوى للفوز. مع بداية المباراة كانت التوترات عالية، ولكن في الدقيقة 67 أتى الفرج عبر بيتر ويت الذي سجل هدفاً رائعاً منح أستون فيلا التقدم. ورغم محاولات بايرن ميونخ تمكن الفيلنز من الحفاظ على تقدمهم حتى صافرة النهاية. كانت تلك اللحظة ليست مجرد فوز، بل كانت تجسيداً للإيمان والإرادة، حيث أثبت أستون فيلا أن كل شيء ممكن في عالم كرة القدم، ليصبح بطلاً في ذاكرة كل عشاق كرة القدم.